الواحد يا اخي ساعات كده بيحس احساس ان هو مقصر معاكوا برضه. تعالى اما اقول لك دلوقتي على طريقه القهوه الفرنساوي، وبدون المشكله اياها. انت عارف المشكله في الفرنساوي في ايه؟ يعني انا او اي حد مثلا بيشرب قهوه فرنساوي بقى عنده مشكله واحده بس فيها، ان هو دايما بيحس ان البن ما تمكسش كويس مع اللبن. يعني بيحس بترميمه كده، بيحس ان البن مش كريمي، مش حاجه كريمي كده. تعالى اما اقول لك ازاي بقى نعملها كريمي. فنجان قهوه فرنساوي مش هتشرب زيه في حياتك. معلقتين من البن بتوعك، خليها معلقه ونص عشان الناس بتزعل من البن التقيل. معلقه ونص من البن بتاعك. وهناخد تلج على فكره، مش معنى ان هي فرنساوي هنعملها بحليب ان احنا مش هنعملها بتلج. احنا عايزين نخليها تقعد اكبر مده على النار علشان يحصل امتزاج بينهم الاتنين، بين اللبن وبين البن، فبالتالي تستوي كويس. حركتنا الجميله تنساش، بص عك. انت طول ما هي قهوتك ده بيفجر في ايدي، عكت ايدي كلها، بس قشطه هعك برضه.